بعد ما ارتبط بيها سنين حب وغرام وهيام اتجوزها. بعد الجواز فجرت مفاجأة كارثية، وهو قاعد ولا بيه ولا عليه. حصل شيء كارثي ممكن يصدم أي حد لو هو مكانه. ليه بتعملوا كده؟ اقنعوني بسبب معين. اسمعوا اللي بيحصل، صدمة وكارثة بكل المقاييس، محدش هيصدق. واحد كان بيحب واحدة حب عمره، ارتبطوا قعدوا سنين كتيرة من أول الجامعة لحد بعد ما اتخرجوا لحد ما اشتغلوا هما الاتنين وبدأ يكونوا نفسهم. شقتهم رتبوها مع بعض، كل تفاصيلها والديتيلز اللي فيها هما اللي عاملينها سوا. مش هي دي المشكلة، مش هي دي القضية خالص حضرتك. اللي جاي هو ده المفاجأة. بعد ارتباط كتير جدا، انت دي قبل الجواز والفرح، عملت شوية تشيك على جسمها وكانت الدنيا تمام. ومن بعدها بدأ يلاحظ إن هي تعبانة، عندها مغص في شيء عندها. فبدأ يسألها مالك، قالت له ما عنديش حاجة، أنا بس تعبانة شوية. لحد ما في يوم وليلة قالت له أنا بنسبة كبيرة جدا هعمل عملية المرارة آخر الأسبوع، ممكن أختفي شوية. فطبعا إحنا كده محتاجين نأجل فرحنا شوية. قال لها مرارة، طب انتي ما قلتليش ليه هو ده المغص اللي كان بيجيلك؟ قالت له اه هو ده المغص اللي كان بيجيلي. قال لها طيب خلاص اوكي، انا هاجي معاكي المستشفى. قالت له لا، انا مش عايزاك تيجي معايا المستشفى، انا معايا اختي ومعايا اهلي ومش محتاجه حد. قال لها طب ماما تزورك، طب اختي؟ قالت له لا بليز، انا مش عايزه حد يجي يزورني في المستشفى. وده كان بناء على رغبتها وعلى طلبها. المهم الولد بيقول قعدت مختفية عني أسبوع، تليفونات عادي جدا، مامتها بترد عادي وأختها بترد بتطمنا، طب نيجي نزوركم في البيت؟ لا مش مستاهلة تيجوا تزورونا في البيت ولا أي حاجة من الكلام ده كله. لحد ما الولد بيقول عدى الوقت والبنت بدأت تخف، بعد يمكن شهر، شهر وشوية بدأت تتعافى. فاحنا استغربنا، مرارة ايه دي اللي بتقعد شهر يعني عشان تتعافى؟ والبنت طبعا في الوقت ده اضطرت انها تأجل الفرح لمدة 3 شهور. وبالفعل بيقول أجلت الفرح لمدة 3 شهور، على الرغم ان انا كنت مستعجل جدا وعايز اتجوز، واحنا بقالنا كتير قوي عشان نوصل للمرحلة دي. بيقول مش مشكلة، طبعا عدى الوقت وفعلا 3 شهور عقبال ما اتجوزوا، وحصل الفرح والزفاف تم، وكل حاجة كانت ماشية تمام، والبنت كانت ماشية تمام. لكن بيقول على غير العادة، البنت دي كانت قاعدة متوترة ودايما كده متذبذبة، ودايما كده عندها مشاكل. بيقول أنا سمعتها بتتكلم في التليفون في مرة، بترغي مع واحدة معرفش بقى أختها ولا صاحبتها. اللي أنا يعني سمعته في المكالمة إن الدكتور بيقول لها ما يقربش ليا مدة، أنا خايفة ما يحصلش والكلام ده كله. فطبعا بيقول أنا ما فهمتش إيه ده، فلما أنهت التليفون واتقربت ليا يعني او قعدت معايا، بدأت أسألها بشكل غير مباشر، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه، انت فيكي حاجة، بتشتكي من حاجة، عندك حاجة؟ قالت له لا انا ما عنديش حاجة. قال لها يعني انت مش تعبانة في حاجة، في حاجة؟ انا بيقول عايز اعرف مالها. انا حبيبتي خطيبتي متغيرة عليا بقالها كتير، مش هي دي البني ادمة اللي انا اعرفها بمعنى الكلمة. فبيقول بالفعل انا حاولت اتقرب لها، ولكن هي رفضت بشدة جدا انها تبقى صريحة معايا، وقررت انها تخبي عليا. فأنا بصراحة ما جاش في بالي أي حاجة، قُلت يمكن عندها مشكلة أو خايفة مثلًا من ليلة الزفاف أو كده. بيقول عدّيت الموضوع عادي جدًا والفرح تم وكل حاجة تمِّت تمام، الدخلة تمِّت وكل حاجة كانت ماشية عادي جدًا، ما فيش أي حاجة ولا حسّيت بحاجة. لحد ما عدّى شهر، في التاني، في التالت، في الرابع، في سَنة، ما فيش أي حاجة بتحصل خالص من الحمل. فبدأوا أهلي يسألوا يعني نِفْسنا في baby وكده. وهي كل اللي على لسانها لأ خلّينا نأجّل شوية سَنة، 2، 3 علشان يعني نستمتع بحياتي أنا وأنت. فبدأ بيقول لها ليه سَنة، 2، 3؟ أنا عايز baby، أنا هاكفّيكِ من كل حاجة ومحتاج يبقى عندي baby، أنا متجوّز عشان أخلّف. قالت له طَب أنت مستعجل ليه؟ نستمتع، نسافر، نخرج، نروح، نيجي. المهم أجّل الموضوع فعلًا سَنة في التانية. بيقول فعلًا الموضوع طوّل أوي وكل قرايبي اللي حواليّا اتجوّزوا والناس اللي حواليّا اتجوّزت والدنيا، وكُلّه جاب أطفال وأنا لسه ما أنجبتش، فأنا نِفْسي في طفل. فقُلت لها: "أنا عايز طفل، تعالي نكشف نشوف مالِك." قالت له: "لأ، لا، لأ، مش هاكشف، أنا أموري تمام، أنا هانتظم بس على شوية مشاريب وحاجات من دي، والحمل إن شاء الله هيتم." لحد ما الموضوع عدّى. يقول إن يعني محاولات للحمل أنا ما شُفتش. وفي حاجة غريبة جدًا يا داليا لاحظتها، إن العادة الشهرية عندها ما بتجيش، وكنت مستغرب جدًا إنها مش زي البنات، ولمّا كنت أسألها تقول لي: "لأ هي بتيجي بس أنت ما بتبقاش واخد بالك، وده في الوقت اللي بابقى يعني بعيدة عنك فيه، وأنت بحكم شغلك ما بتبقاش مركّز." وأقنعتني. بس أنا انتبهت إن سنتين أنا ما لاحظتش إنها عندها الحاجة دي، فكان الموضوع غريب جدًا.
لحد ما الولد ده اكتشف صدمة عمره بمعنى الكلمة، زاد أوي عن حدّه، قرر إن هو يجبرها إنها تروح معاه عند الطبيب، وبالفعل أخدها ولبست ونزلت عادي جدًا، وركبت العربية بكل ثبات انفعالي وبكل هدوء، وصلوا عند المستشفى فركن، فبيقول لسه جاي أنزل من العربية، أنا فجأة لقيت إيد بتشدني من دراعي وبتقول لي: "استنى، استنى." اللي حصل في اللقطة دي هزلي بمعنى الكلمة، ما حدش هيصدقه. طبعًا بيقول لقيتها بتشدني وبتصرخ ومنهارة وبتعيط، لقيت وشها متحول وبتعيط وفي كارثة، مالِك في إيه فهّميني؟ قالت لي: "أنا عايزة أقول لك على حاجة، أنت بتحطّني قدّام الأمر الواقع، أنت بتجبرني، أنت." بيقول لها: "في إيه؟ أنا مش فاهم مالِك، اشرحي لي مالِك." طبعًا في الوقت ده قررت إنها تعترف وتتكلم بكل حاجة وتفتح قلبها ليه، وقالت له: "أنا مش هاخلّف ولا عمري في يوم من الأيام هاحمل ولا عمري في يوم من الأيام هابقى أم." قال لها: "نعم؟" قالت له: "زي ما أنا باحكي لك كده. أنا قبل جوازنا اكتشفت إن عندي مشاكل في الرحم واضطريت إن أنا أستأصل الرحم، وكل أهلي وعيلتي قالوا لي: مش هتتجوزي وحبيبِك لو عرف هيسيبِك وأنتِ بقى لِك سنين معاه والناس كلّها عارفة ويطلع ليكِ سُمعة وكلام كتير جدًا، اتجوزيه وبعد الجواز قولي له وليه مطلق الحرية إن هو يا يكمّل يا ينفصل، بس ما يطلعش عليكِ سُمعة." قال لها: "يعني إحنا كل السنين دي ومخبيّة عليَّ، طب ليه ما قُلتيليش؟ ده أنا قعدت أسألِك قبل الفرح، طب ليه؟" قالت له: "كنت خايفة تسيبني." طبعًا هو في صدمة عصبية جدًا ومذهول إن طول السنين دي كلّها زوجته طلع ما عندهاش رحم أصلًا عشان تحمل، و وكان عملت استئصال كامل كمان للأنابيب، فالموضوع يعني مُرعب جدًا، ربنا يشفيها ويعفو عننا جميعًا. بيقول أنا في صدمة عصبية وما واجهتش أهلي ولا حكيت لهم، وهي دلوقتي بتقول لي: "ليك مطلق الحرية، عايز تطلّقني طلّقني، عايز تكمّل معايا نكمّل، وأنا حُب عمرك وهاعيش لك العمر كلّه مخلصة وأنا مش عارف أعمل إيه، نِفْسي أخلِّف وفي نفس الوقت أطلّقها وأعيش حياتي وأعيش في الصدمة اللي أنا فيها، ضحكت عليّا وكذبت عليّا وغشِّتني ودمّرتني من كل شيء ممكن تتخيّليه." أنا ضد فكرة إن إحنا نخبّي على بعض حاجة في الجواز، وده يعتبر غِش، لإن الجواز بالذات لازم نحكي فيه كل حاجة، حتى لو الحاجة دي هتيجي على حسابنا أو على مصلحتنا، ما دام بتضر الشخص التاني أو الطرف التاني لازم نحكيها. في حاجات ما تتحكيش، هو ما لوش أحَقية إن هو يعرفها، لكن في حاجات لازم تتحكي لو هتضره، وهي كالخلفة والحمل ما دام عارفة إن عندها مشاكل جسدية. طبعًا خبِّت عليك دي كارثة كبيرة جدًا. أنت من حقك تبقى أب ومن حقك تخلِّف، ولكن هنا القرار قرارك، أنت اللي عاشرتها وأنت اللي عارفها وأنت اللي عارف هل هي قاصدة والّا مش قاصدة، هل الظروف أجبرتها، هل نفسيتها، هل تفكيرها، فدي حاجة ترجع لك. ولكن بشكل عام بمُجمل كل إنسان لازم يفكّر في الحاجة اللي هتعفّه، فأنت لو هتتعفّى بالأطفال والخلفة والزواج الصالح، من حقك تنفصل وتتجوّز، لو هتقدر تكمّل معاها وتتحمّل على إن واحدة مش هتخلِّف العمر كُلّه، أتمنى إن أنت ما تعايرهاش، غلطت فعلًا وخبِّت عليك كبير جدًا، 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 بس اللي حصل، حصل خلاص. مش هتقعد بقى تعايرها كل شوية تمِن عليها إن أنت اتجوّزتها وتمِن عليها إن أنت قاعد لسه على ذمّتها وكان زمانك متجوّز، فهنا القرار قرارك. فأتمنى إن أنت تقرر قرار صائب وما تندمش عليه، فكّر أكتر من مرّة، ما تحكيش لحد من عيلتك ما دام مش ناوي تطلّق، ممكن تتجوّز واحدة وتخلّف في المستقبل لو ده أنت مقتدر عليه، لو مش هتقدر طلّقها وسيبها تروح لحال سبيلها، أنت روح لحال سبيلك، وللأسف أنا باكره العلاقات اللي فيها حُب وغرام تنتهي بالطريقة ديّة. عايزة أسمع رأيكم في الكومنتات، إيه تعليقكم على تصرُّف زي البنت دي؟ هل فعلًا قاصدة والّا الظروف أجبرتها؟ كنت معاكم أنا داليا ناصر، تحياتي.